نجيكم اليوم بخضوع امبراطور الشامي. اسمع. وبعد انا ربط يا بعض روحي السلام عليكم. ردوا السلام هذه كلها واجب واحترام، والما يرد السلام ما اعتبره من الزلم بل اعتبره من الجهال. يا بعض روحي طبينا ينذر بعد انا ربط على حرفين وبين الابطال. البطل ابن البطل امبراطور الشامي، والبطل ابن البطل ازعل قلمون. يا بعض روحي ونجيكم خضوع الامبراطور الشامي على يد الازعل قلموني. يا بعض روحي سبب الخضوع ازعل قلموني يرمي بصمه ويتفقون الحكام اذا ما بيه شيء راح يندب خضوع الامبراطور الشامي. يا بعض روحي وهاي قلت لكم تم الخضوع وانتهى الموضوع، والمتكلم على هذا المايك الزعيم الثوره النسخ الاصليه. بعد واحد السلام عليكم يا بعد عمرو، يعني هون خضوع منصة العلا الدمشقية 963 يا بعد عمري. وقال شو على الكرستين وش اسمه، اللهم صل على النبي، ونجاصتين على لطش. اسمع. السلام عليكم يا بعد عمري، حياكم الله بلد بالنسخة الأصلية الماية بالمناية، وادخل بهذا المايك ارفع راية للجمهور والشواديد والحكام. انا بعد روحي كان نحضر عدالة 60 ما بين البطل ازعر القلموني والبطل امبراطور الشامي. يا بعد روحي ونجيكم بخضوع بطل ابن البطل الامبراطور الشامي على يد البطل ازعر القلموني. يا بعد روحي سبب الخضوع يا بعد روحي قال في لطش في مايك ازعر. تمام يا بعد روحي، قال الحكم يجيب حكام تحكم، واذا طلع المايك نظامنا راح ينزل خضوع شابيلو. جاب الحكام من طرفه قالوا المايك نظامي. يا بعد روحي حسب الاتفاق هذا خضوع. تحياتي لكم، كان معكم الرعب لدلبي. يا بعد روحي.